اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناه تي تايم بودكاست. الا كانت هذه اول مره تكتشفوا القناه ديالي فما تنساوش انكم ديروا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك خليو لي لايك الفيديو ديال اليوم، شاركوا مع اصحابكم الى عجبكم، خليو لي في التعليقات اي حاجه بغيتوا تشاركوها معايا. ودابا ندوزو باش نبداو البودكاست او الحلقه ديال اليوم بلا ما نزيدو نتعطلوا اكثر. في الحلقه ديال اليوم قررت انني ندوي على واحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس، ولاحظت بانه بزاف ديال الناس كيتشكاو منه، بزاف ديال الناس كيسولوا كيفاش ندير. الموضوع ديال اليوم، الموضوع اللي غنهضروا عليه في البودكاست ديال اليوم هو كيفاش تبني الثقه بالنفس. هذا الموضوع مهم بزاف، لانه الا كانت عندك ثقه بنفسك فكون متاكد انك غادي تحقق بزاف ديال الحوايج. كون متاكد انه غادي تكون عندك بلاصتك في اي بلاصه مشيتي ليها، في الدراسه ديالك، في الخدمه ديالك، في المشروع ديالك، غتكون عندك بلاصتك، الناس غتحترمك، الناس غدير لك الحساب، وغتقدر انت كشخص تحقق بزاف ديال الحوايج. فمهم جدا مهم جدا قبل ما ندير اي حاجه في حياتي خصني تكون عندي الثقه بالنفس. هذه ما كاينش فيها نقاش. الثقه بالنفس اول سكيل او اول مهاره خصها تكون عندك. الا كان ممكن يعني نسميوها كمهاره. قبل ما نبدا نفكر ونقول شنو بغيت نقرا وشنو خصني ندير المشروع ديالي وغنتعلم هذه ونتعلم اللغه ونتعلم هذه المهاره، لا، اول حاجه نمي الثقه بالنفس ديالك، هي الاولى. عاد دوز تعلم الحوايج اخرين. فكيفاش غادي ندير نبني هذه الثقه بالنفس؟ هذا هو الموضوع اللي غندوي عليه بالضبط في الحلقه ديال اليوم. خليكم معنا. اول حاجه، اول نقطه، باش نبني الثقه بالنفس ديالي خاصني نرد البال مزيان للطريقه اللي كنهضر بها مع راسي. راه كنغفلوا على هذا الموضوع هذا بزاف ديال الناس. واحد النسبه كبيره ديال الناس ما كيردوش البال كيفاش كيهضروا مع ريوسهم، وملي غادي يجي يركز غيلقى بانه كيدوي مع راسو بواحد الطريقه اللي هي سلبيه بزاف على طول النهار. ملي كيحل عينيه الصباح حتى كيسدهم بالليل ملي كيبغي ينس، غيلقى راسو كيبقى يقول لا انا ما كنعرفش لهادي، وانا يد لي ديما كندير فحال هكا، انا ما عمرني عرفت نديرها، انا ديما كنديرها ما مقاداش. كندويو مع راسنا بواحد الطريقه اللي هي سلبيه بزاف. وخصكم تفهموا بان اللاوعي ديالنا كيشد هاد الهضره اللي كنديرو وكيبدا يستوكيها وكيسجلها وكيعقل عليها وكيحفظها بلا ما نردو البال، لانه اللاوعي ديالنا كيخزن داكشي فواحد البلاصه مخبيه، وكيخليك حتى كطيح في واحد التحدي، كتجي شي حاجه قدامك، كتلقى راسك في واحد الموقف في الحياه اللي خصك ضروري تكون عندك فيه الثقه بالنفس باش تواجه هذاك الموقف، ويبدا يخرج لك هذيك الهضره اللي كنتي انت كتقولها لراسك، ويبدا يقول لك لا وانا وانت اصلا راه ديما كدير داكشي عوج، وانت اصلا راه ما كتعرف والو، وانت اصلا انسان فاشل، وانت اصلا هذه ديما كتخربقها. فلا، اول حاجه نبداو بها هي نصلحوا ونصايبوا الطريقه اللي كنهضروا بها مع راسنا. الموضوع راه صعيب لاننا تعودنا من الصغر ديالنا اننا نهضروا بديك الطريقه السلبيه، ولكن ماشي مستحيل. فكل مره نحصل راسي ونلقى راسي قلت واحد الحاجه اللي هي سلبيه نقول لا زقا في البلاصه نعوضها بشي حاجه ايجابيه. وكل مره هكا، كل مره مع التعود، مع كل نهار، مع الولف، غيجي واحد النهار غنلقى راسي حيدت عليا دوك طريقة الكلام السلبية، وغنلقى راسي بأنني عوضتها بواحد طريقة كلام إيجابية اللي كنشكر فيها راسي وكنقدر فيها راسي وكنحترم فيها راسي وكنبغي فيها راسي. فهذه هي أول خطوة نحو بناء ثقة بالنفس. تاني خطوة أو تاني طريقة هي الخروج من منطقة الراحة ديالك. منطقة الراحة هي واحد البلاصة اللي زوينة، حيت الدماغ ديالنا عزيز عليه الراحة. الدماغ ديالنا ولا حتى الجسم ديالنا ما كيبغيوش يتحركوا، ما كيبغيوش يتعذبوا، ما كيبغيوش يتكرفسوا ويضربوا تماره، كيبغيوها ساهله وبارده. فاي حاجه اللي فيها الخدمه واللي فيها شويه المجهود الدماغ تيقول لك لا 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 ما ديرهاش. ولكن في المقابل خصك تعرف بان اي حاجه في الحياه كتبغي المجهود وكتبغي الخدمه وكتبغي تماره وكتبغي الدمير، ما كايناش شي حاجه كتجي سهله.
فخصك تعود راسك انك تخرج من منطقه الراحه ديالك. نعطيك مثال، الناس اللي كيقول لك انا كنحشم نهضر مع الناس، اولا كنحشم انا مثلا الا مشيت كنت في شي مناسبه ولا تلاقيت مع ناس ولا شي حاجه، ولا كان غيخصني مثلا ندير ان بروجي في القسم النوض ونبدا كنهضر والناس كيشوفوا فيا، ولا في الخدمه مثلا انا شيف دو بروجي كنحشم نهضر ولا كنحشم ندير لي كوليك ديالي اون فورماسيون. هنا غتقول له لا، خاص تكون عندك الثقه بالنفس، وباش تكون عندك خاصك تحاول تخرج تدريجيا من منطقه الراحه ديالك. كيفاش غدير؟ سهله. اول حاجه غتبدا كدير لراسك تحديات صغيورين باش تخرج من هذيك منطقه الراحه. نقولوا حنايا مثلا هذا كمثال، واحد الشخص كيحشم يهضر قدام واحد المجموعه كبيره ديال الناس، ما غنقولوش ليه من الدقه الاولى غتمشي لواحد البلاصه فيها 100 واحد وغتبدا كتغني حداهم. لا، شويه بشويه. واش انا كنحشم غنمشي مثلا مشيت عند مول الحانوت غنهضر معاه، غنحاول نقول لي شي حاجه، حقا اليوم راه كاين الصهد شويه، ما لاحظتيش كاع هاد الايامات كان سخون الحال. عبارات اللي هي بسيطه. عاود مشيت مثلا لشي اداره بقيت ك... انا عارف مثلا فين غنمشي ندفع الورق ديالي، ولكن غنمشي عند واحد الشخص تما ونقول له عافاك الله يرحم الوالدين، فين نقدر ندفع هاد الوريقات هادو، عافاك واش هاد الكيشي هو فين كيطبعوا هاد الورق هادو. كنحاول انني نخلق حوار مع ناس ما كنعرفهمش باش كنبدا كنتعود على داك الكلام مع ناس اخرين. وهذا راه مجرد مثال اللي كينطبق على اي حاجه بغينا نديروها في الحياه. باغي تخرج من منطقه الراحه ديالك، خرج بواحد الطريقه اللي هي تدريجيه، كل مره ندير تحدي صغيور، والمره اللي موراها نزيد، والمره اللي موراها نزيد. فكون متاكد انه هاد التحديات الصغار واحد النهار غتلقاها بانها بنات لك الثقه بالنفس، وغتلقى براسك باللي وليتي كدير داك التحدي ولا ديك الحاجه بلا ما تفكر، ماشي فحال المره الاولى اللي كنتي كضرب ليه 1000 حساب. فشويه بشويه، السر كاين في التدريجيه، شويه بشويه. دابا غندوزو للنقطه الثالثه. النقطه الثالثه هي انك دوز وقت مع راسك. مهم بزاف اننا نعطيو راسنا حقها، حيت غالبا كنهملوا راسنا فاش كتكون عندنا واحد الثقه في النفس مهزوزه ولا ناقصه. كنهملوا راسنا وكنعطيو الاولويه للاخرين. دائما كنخليوهم هما اللي سابقين وهما الاولين وهما نديروا لهم خاطرهم وهما اللي بغاوها هي اللي تكون. لا، خصني نعطي حتى لراسي حقها، ونقضي وقت مع راسي، ونتهلا في راسي ونبرع راسي. نخرج بوحدي ما فيها باس، ندوز وقيت زوين مع راسي، ندير فيلم ولا نتفرج فيه، ناخذ واحد الوقت ونجلس ونصلي ونقرا قرآن ونتقرب من الله سبحانه وتعالى وندعيه باش انه يزيدني في الثقه في النفس ويعطيني كاريزما ويعطيني حب الناس. نجلس مع راسي نتامل ونحاول نعرف شنو هما نقاط الضعف ديالي باش نحسن منهم، شنو هما نقاط القوه ديالي باش نزيدهم، نزيد نديفلوبيهم، نزيد نطورهم. فراسك راه تاهي ليها عليك حق، وكون متاكد شحال ما تهليتي في راسك شحال ما غتزاد الثقه بالنفس ديالك. واخر نقطه او لا قبل اخر نقطه هي باش تزاد عندي الثقه بالنفس، خصني نبين لراسي او نثبت لراسي بانني قادر نحقق بزاف ديال الحوايج في حياتي. انا ماشي انسان فاشل، انا واحد الانسان اللي هو ناجح، وانسان اللي عندي بزاف ديال المهارات، وانسان اللي قادر ندير بزاف ديال الحوايج. فباش نقنع راسي خصني نذكر لراسي الانجازات اللي انا درتها في حياتي. ناخذ ورقه وستيلو ونبدا نقول انا قدرت انني مثلا ناخذ الشهاده الفلانيه وخديتها في مده 3 سنوات ولا 5 سنوات ولا على حسب، يعني قدرت انني ناخذها. انا درت دوزت هذا الكونكور هذا ونجحت فيه، درت هذا المشروع هذا ونجحت فيه، قدرت ندير هذه. وماشي بالضروره يكونوا اهداف او انجازات اللي هي كبيره بحال هكا، تقدر تكون انجازات اللي هي بسيطه. المهم كنثبت لراسي بانني قادر نحقق بزاف ديال الحوايج، والدليل هو انني حققت هذه وهذه 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 وهذه. فهذا كيعاون باش يزيد يقنع العقل الباطن ديالك بانك فعلا قادر دير شي حوايج. فلا اراديا غتلقى بانه تزادت عندك الثقه بالنفس.
اخر نقطه واللي تاهي نقطه اللي مهمه بزاف وكتعاون في بناء الثقه بالنفس، هي انك تحط اهداف لراسك، اهداف جديده وتحققها. يعني من مورا ما كتكون قلتي الانجازات ديالك كتحط اهداف جديده وكتقول بلاتي انا بغيت هاد السنه هادي ولا هاد الشهر هذا ولا غير هاد النهار هذا بغيت نحقق الهدف رقم 1 والهدف رقم 2 والهدف رقم 3، وكندير واحد اللائحه وكنلتزم. كنقول من هنا لهذا التاريخ غنكون حققت الهدف الاول، من هنا لهذا النهار غنكون حققت الهدف الثاني. وكنبدا نخدم، حيت ما كايناش شي حاجه كتجي سهله باش نكونوا متفقين. كنبدا نخدم ونضرب تماره وندير المجهود وندير اللي عليا، الكمال على الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم انا كندير اللي عليا. نهار غيتحقق هذاك الهدف وباذن الله غيتحقق، الثقه بالنفس ديالي اوتوماتيكمون غتزاد، حيت غنقول فعلا وعدت راسي بانني غنحقق هذه الحاجه وقدرت انني نحققها. اذا انا واحد الانسان ناجح، اذا انا واحد الانسان كيمتلك المهاره والقدره اللازمه باش انه يحقق اي حاجه هو بغاها في حياته. فهادو امور اللي اكيد كتعاون باش ننميو هذيك الثقه بالنفس ونزيدو نبنيو هذيك الثقه بالنفس ونطوروها باش تولي عندنا حتى هي كنقطه قوه كتعاون وكتساهم باش اننا نحققوا الامور اللي حنا كنتمناو انها تحقق في حياتنا ونوصلوا لها. فغنختم البودكاست دابا باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. حاولت انني نعطيكم خلاصه ديال اهم المعلومات اللي غادا تفيدكم واللي غادا تعاونكم بزاف. فإلا عجبكم البودكاست ديال اليوم ما تنساوش انكم ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع اصحابكم. كذلك اذا كانت هذه اول مره تشوفوا القناه ديالي فما تنساوش انكم ديروا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك خليوا لي في التعليقات اي حاجه بغيتوا تشاركوها معايا، سواء تعليق على البودكاست الحلقه ديال اليوم او لا باقتراحات المواضيع بغيتوا نهضر عليها في لي بودكاست الماجين. مرحبا باي حاجه بغيتوا تخليوها ليا، وشكرا بزاف لاهتمامكم، شكرا بزاف للدعم ديالكم، ونشوفكم في البودكاست الماجي ان شاء الله. سلامه.